بعد فوز النادي الأهلي المصري على فريق سياتل الأمريكي بهدف دون رد قبل نهاية المباراة ب3 دقائق لنجمه محمد مجدي أفشة، وصعود النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب ليواجه بطل أوروبا النادي الملكي نادي ريال مدريد الأسباني الأربعاء القادم. ماذا قال نجم النادي الأهلي في الأيام السابقة محمود عبد المنعم كهربا عن لقاء الأهلي وريال مدريد؟ ورسالة مهمة جدا من كهربا إلى جمهور النادي الأهلي العظيم، نسمع ماذا قال كهربا. الحمد لله ربنا كفاني وحاجه كبيره قوي لينا واللعيبه كلها وللنادي الاهلي ان احنا هنلاعب ريال مدريد في نصف النهائي. فبتمنى من ربنا يعني ان شاء الله باذن الله يعني يدينا على قد تعبنا ومجهودنا الفتره اللي فاتت دي كلها ونكسب ريال مدريد باذن الله. مفيش حاجه بعيده عن ربنا ولكل مجتهد نصيب. اختم معاك بجمهور النادي الاهلي اللي قال محمود كهربا هو ابن النادي اهو. استقبلت ده ازاي كهربا في اول مباراه؟ لان انت عارف جمهور النادي الاهلي مساند وداعم لكل لعيبه النادي الاهلي وتحديدا محمود عبد المنعم كهربا. يمكن جمهور النادي الاهلي لو قعدت اشكر فيه كتير قوي مش هوفي له حقه ولا هدي لهم حقهم. يعني انا بشكرهم وكل جزمة واحد فيهم على راسي. هم السند الفترة اللي فاتت دي كان سند رهيب. يمكن حاجة كان بالنسبة لي كبيرة قوي لأن أنا واحد منهم قبل ما أكون لاعب كورة. يمكن مش كلام بقوله في التلفزيون ولا حاجة، هم حاسين وهم عارفين. أنا بشكرهم جدا 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 وبقول لهم لسه عندي كتير قوي أقدمه ليكم وأرد لكم الجميل اللي أنتوا عملتوه معايا الفترة اللي فاتت دي كلها. وأنا يعني طول عمري هفضل واحد من أبناء النادي الأهلي وهفضل واحد منهم. وبشكرهم قوي 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 بجد على الفترة اللي فاتت دي كلها الصعبة اللي عدت عليا، وهم كانوا السند الأول والدائم. وربنا يفرحكم دايما وبحبكم قوي قوي بجد. ربنا حبيبي حبيبي اخويا ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير لنجم نجوم النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا اللي بنتمنى له كل التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي.